انا هنا. انا جايه افرح ماما، جايه اعمل لها المطبخ النهارده وافرش لها فرش رمضان كده وادلعه لها واعملها لها مفاجاه. من يوم ما عملت مطبخ ستي وهي نفسها ان انا اعمل لها المطبخ. فتعالوا شوفوا النهارده قبل وبعد. حط لايك كتير قوي للفيديو ده وشجعوني كده علشان عارفه ان انا هتعب قوي في الفيديو ده النهارده، بس ان شاء الله المستعان وفرحتها عندي بالدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. بصوا بقى ده شكل المطبخ قبل ما نبدا وقبل ما نعمل اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم ان المطبخ نظيف وزي الفل، لكن في اماكن معينه اللي بتكون ماما مش بتعرف توصل لها هي اللي مش نظيفه. وكمان البوتاجاز لان عندها مشكله في ايديها وعامله عمليه مش بيكون انضف حاجه، فهننظمه مع بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين هو مش مترتب لكن الحاجه نظيفه. ومع ذلك اخدت كل الكوبايات وكل المواعين اللي انتم شايفينها جوه المطبخ وبقيت اطلعهم كده في مصفى واديهم لهاجر تغسلهم. هاجر دي اختي الصغيره، اديهم لهاجر تغسلهم وتصفهم لي في المصفى. واختي بقى الكبيره ربنا يديها الصحه ويبارك لها كانت بتروق في الشقه نفسها من بره. اختي ام حنين طبعا كلكم خلاص عرفتوها، قسمنا على بعض. قلت لها انا بتاعت مطبخ وانتي خدي الشقه يا فوزيه. بس اخدت هاجر معايا بقى بقت تغسل ورايا وتناولني والكلام ده كله. المشكله الوحيده ان المطبخ كان مليان كراكيب، طبعا زي مامتك اكيد، لان انا عارفه كل الامهات ما شاء الله بيحبوش يرموا حاجه ابدا، بيحبوا يحتفظوا بكل التفاصيل. المكانين بقى اللي ما كانوش نضاف ابدا المكانين دول لانهم عاليين، فماما ما كانتش بتشوفهم. ده اولا يا دوبك ايديها بتطولهم لكن مش بتشوف اللي جواهم، وثانيا هم في وش الشبابيك، يعني المطبخ فيه شباكين كل شباك قدامه 3 ترفف زي دول. بس انا طبعا مش شايله هم طول ما انا معايا تاتش. جبت حبيب قلبي قاهر الدهون واديته رشتين كده كل رف. بصوا عايزه اقول لكم معرفش دي كانت قهوه مدلوقه وناشفه واتحرقت ولا ايه. بصوا ما شاء الله بدعكتين بس كده بالليفه مش بالسلكه كمان طلعت بكل سهوله وبساطه. طول ما معايا تاتش بصراحه ما بشيلش هم. على فكره انا عندي مشاكل في ايدي انا كمان ومش بقدر ادعك ولا حاجه، بس بقى اللي مجرب تاتش وعارف تاتش مش محتاج اصلا مجهود. ما شاء الله هو بيقهر الدهون، هو قاهرهم فعلا. بصوا بقى الرف التاني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين الرجع بيلمع كأنه جديد ازاي، كل نظافة. شايفين الفرق ما بين فوق وتحت. هنا كده كنت خلصت كل الارفف اللي فوق ولمعتها وخليتها زي الفلة. وبعدين جبت بقى المفارش بتاعتي اللي انا جبتها لماما حبيبة قلبي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها. قصقصتهم بقى وفرشتهم زي ما انتم شايفين كده، وبدأت بقى ارص لها الصيني. يا ماما بتعملي ايه بالصيني ده يا ماما؟ ما تشيليه يا حبيبتي. لا يا ماما الناس يتكلموا، الناس تتكلم يا فوزية. ماشي يا ماما هعديها لك. رصت لها بقى كل حاجه زي ما هي عاوزه علشان ما تزعلش. كل حاجه حطيتها لها. شفت طقم الشربات ده بتاع جوازها يا ولاد. عاوزه اقول لكم ان والله ماما ما كانتش عارفه ابدا ان احنا هنروح نروق الشقه ولا نفرش ولا جايبه لها مفارش ولا اي حاجه خالص. ماما كانت كل اللي تعرفه ان احنا رايحين نفطر معاها وبس. فروحنا بقى فاجئناها الساعه 8 الصبح كده، خديناها الخضه المتينه الصبح. بس انا قعدتها بره مع ام حنين، قلت لها عيشي معاها بره كده طبقوا الدولاب وظبطوا الدنيا وانا هدخل ايه المطبخ. ما وريتهاش اي حاجه والله غير بعد ما خلصت. بعد ما خلصت خالص بعت لها بقى قلت لها تعالي بقى شوفي النتيجه. هتشوفوا ردة فعلها دلوقتي وبجد يعني كل ما افتكر افرح قوي. الحمد لله والشكر لله. كلام بيني وبينكم وماما لما تشوف الفيديو ده هتعرف انا رميت حاجات كتير. بابا زمان وهو اللي فرحان بصراحة. بابا ما بيحبش الكركبة، بابا بيحب يرمي. ماما بقى مش بتحب الكركبة بس هي ما بتحبش ترمي حاجة. يعني لو ازازة فاضية تقولك ليها لازمة. جوزي كده على فكرة، جوزي زي ماما كده، دي عقليته وده تفكيره ان هو يقولك هيتنفع هيجي لها وقتها. انا لا، انا ما بحبش كده، انا بحب ارمي 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 واخلص يا ولاد. قلبت لها بقى كل المعالق ديت وطبعا ما قدرتش ارمي منهم حاجة، هي اكيد مصوراهم صوت وصورة. رصيتهم لها برضو. وهنا بقى جيت للركن ده كان هو المكان برضو اللي مش نظيف في السيراميك. رشة واحدة من تاتش حبيب قلبي حبيب قلبي. وما شاء الله ما شاء الله ما كنتش محتاجة حد يساعدني والله وانا معايا تاتش بصراحة. بصوا دعكة واحدة بسيطة كده مهما الدهون كانت ناشفة ومهما كانت عنيدة تنشفوا زي الفل. ركزوا لي بقى في بطل الشاشة او بطل الحلقة النهاردة البوتاجاز. شايفين منظر البوتاجاز؟ ايه رأيكم في منظره؟ شايفين شكله؟ ركزوا لي بقى عشان تشوفوا هيتحول دلوقتي من ايه وهيبقى ايه.
يعني عايزه اقول لك تغيير جذري، هيرجع بوتاجاز جديد حرفيا. بس هنا بصراحه استخدمت السلكه الخشنه علشان انا كنت مسخنه البوتاجاز، يعني سخنته كويس قوي، بعدين رشيت عليه حبيب قلبي تاتش قاهر الدهون، وبعدين بدات بالسلكه الخشنه كده. كل حاجه بقت تطلع بكل سهوله وبساطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده ما شاء الله. بصوا لي بقى على اللمعه بتاعه الاستانلس، وانا شغاله هنا كنت بقول يا فرحه قلبك يا ماما لما تشوفي البوتاجاز. عملت لها طبعا السيراميك، وعملت لها باب البوتاجاز من فوق، والباب كمان بتاع الفرن. بصوا شايفين قد ايه مجير، مسحه واحده طبعا كنت رشه تاتش وسايباه، مسحه واحده بالفوطه كده بقى فله. بصوا يا جماعه البوتاجاز رجع جديد، ماما هتزقطط والله يا جماعه. كل اللي كان شاغلني ماما لما تشوف شكل البوتاجاز. وهنا بقى كنت خلصت وركبت لها الليد والنور والحركات، وتعالوا بقى نشوف ردة فعلها بعد ما فرشت كل حاجه وظبطت المظبط. لحد دلوقتي مش قادره انسى دعواتها وهي بترن في وداني ليا ولاخواتي. قولوا لي بامانه استاهل كام من 10، وقولوا لي الفيديو يستاهل منكم لايك ودعوه حلوه ولا لا. بصوا بقى البوتاجاز بجد، شكرا شركه تاتش وشكرا ساميه الجمال على منتج قاهر الدهون الرهيب. كل منتجات الجباره بس ده التوب بصراحه. انا كده نفسيتي ارتاحت، انا كده ابيض من جوه كده. اقول اهلا رمضان. ماما تعالي 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 يا ماما. بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليكم، تسلم ايديكم يا رب، يا رب تسلم ايديكم. ده العيد النهارده ولا ايه يا هبه؟ رايك عسل عسل، رأيك؟ ربنا يبارك جو لك. رومانسي. قمر 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 قمر. داخله اشوفك انت. تسلم منك يا رب، كل سنه وانتم طيبين. عسل عسل عسل، الله اكبر. حلو ما شاء الله، تسلم زهمان. ايدك والله، تسلم ايدك. قمر قمر تسلم. وانا عروسه يا اختي ولا ده؟ ده انت كده هيتجوز النهارده، اجوزه هيجيب عروسه هو اجوزه خليه ترتاح شويه. ايه رايك يا شيكو؟ كل سنه وانتم طيبين. حلو. بصي لعمتك، حلو يا شيكو. بصي لعمتك، هتحطنا الواحد. كل سنه وانتم طيبين. حبيبي حبيب قلبي. لا والله، لا والله تسلم ايدك، ربنا يبارك لك، ما تحرمش منكم. كده انا بقى رمضان جاي. تسلم ايدك. كده انا حاسه ان رمضان جه كده. خش رمضان وانا لا ده العيد يا هبه، ده العيد، ده العيد جاي، العيد جاي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يبارك لكم.